السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة الثانوية العامة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حل النماذج الاسترشادية في مادة الأبلايد ماس. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض النموذج الثاني. ورقتك وقلمك ومعايا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول بيقول if the force F equal 4I minus 3J acts at the point 2, 1 then the moment of the force about the origin point equal كام؟ سؤال سهل وصريح. بص يا باشا، انت المفروض هو عايز المومنت اباوت او، لو انا عايز المومنت اباوت او لازم ابدا بالبوينت او واروح لنقطه على القوه اللي هو قال لك عليها اهي، ممكن نسميها ايه مثلا؟ يبقى او اي كروس الاف. طالما انا عايز المومنت اباوت او يبقى الار بالنسبه لي اللي هو مين؟ المفروض ار كروس اف. مين الار ده؟ اللي هو من الاو لغايه القوه، لغايه النقطه اللي على القوه، يعني يبقى او اي كروس الاف. تمام. الاو اي طبعا هتبقى اي ماينس او، دي نقطه ايه خلاص، اي ماينس او هتفضل زي ما هي. وبعد كده اجيب المومنت او اي اهو خلاص اللي هو 2 1 كروس الاف نفسها اللي هي 4 ونيجاتيف 3. فاكر الكروس بيتعمل ازاي؟ الكروس بيتعمل الاكستريمز اللي هم دول تايمز بعض ماينس دول تايمز بعض ونحط جنبه كي، فدول هيبقوا نيجاتيف 6 ماينس 4 كي، يبقى يطلع معانا نيجاتيف 10 كي. طب هو عايز الجبريك ميجر ولا عايز مومنت ولا عايز ايه بالظبط؟ هو قال ذن ذا مومنت، ما حددش، يبقى اكتبه كله على بعضه كده يبقى نيجاتيف 10 كي. اللي بعده In the opposite figure A و C و D و B are 4 collinear points، كل دول على نفس الخط. ماشي. where AC equal 3، الحته دي ب 3 والC دي 5، ماشي، والD B ب 7. جميل. And the 4 parallel forces are measured by the same unit. حلو. Then the distance between the point A and line of action of the resultant. انا كده مش عارف الريزلتنت فين. قلت لك قبل كده لما تبقى مش عارف الار فين غمض عينك وحطها في اي حته. طب يا مستر فوق ولا تحت؟ والله على حسب بقى، لو في حبه فوق وحبه تحت بنشوف مين اقوى، انما لو كلهم في اتجاه واحد خلاص يبقى اكيد الار معاهم. يبقى احنا هنغمض عينينا ونحط الار في اي حته ونسمي المسافه من عندها. هو عايز مين؟ هو عايز الديستنس بتوين الريزلتنت والاي، يبقى نسمي المسافه من عند الريزلتنت لغايه الاي نسميها اكس. حلو الكلام. وبعدين بقى هو الار نجيبها الاول بكام؟ مش هم كلهم في اتجاه واحد يبقى كلهم بلس، يبقى كده الريزلتنت طلعت معانا 20، يبقى الار ب 20. وبعدين هنجيب المومنت بقى بتاع الفورسز كلها ايكوال مومنت الار لوحدها. طب اني نقطه؟ مش هو عايز لغايه الاي، يبقى نجيب المومنت اباوت ايه. خلاص يبقى سم مومنتس اباوت ايه ايكوال مومنت الريزلتنت لوحدها اباوت ايه. لما اجيب المومنت اباوت ايه النقطه دي اهي، تمام كده. نجيب القلم اهو. لما نجيب المومنت اباوت ايه اللي هي النقطه دي، خلاص يبقى القوه اللي بتعدي عليها دي خلاص مع السلامه، صح كده؟ يلا نجيب بقى كل قوه، مالكش دعوه بالار، انا هجيب الاول الثلاث قوى الاول والار لوحدها، سواء دي او دي او دي كلهم بيلفوا انتي كلوك وايز. انا بدات بال2 اهو وبجيب المومنت عند الاي، يبقى اخد المسافه كل دي اللي هي تبقى 15، تمام، وساين 90. حلو الكلام. والثانيه 4 برضو انتي كلوك وايز، يبقى بلس 4 في الديستنس اللي هي من A لغايه الدي اللي هي 8 ساين 90. واخر واحده اللي هي 6 برضو بلس 6 في الديستنس اللي هي 3. كل ده بقى ايكوال كام؟ ايكوال مومنت الريزلتنت لوحدها اللي هي طلعت معانا ب 20 في الديستنس اكس اللي انا عايزها. تمام؟ واحد يقول لي مثلا هو ما قالش ان اللاينز دي كلها بربنديكولر، المفروض كنت تاخد ساين سيتا هنا وساين سيتا هنا وساين سيتا هنا وحتى ساين سيتا مع الار، صح كده؟ بس كلهم قد بعض، فانا ممكن ابقى اشطبهم من الايه؟ من الايكويشن كلها. لغايه هنا نحسب الاكس وهي دي المسافه المطلوبه اللي هي من الريزلتنت لغايه البوينت 8 تطلع معانا 4 سنتيمتر. السؤال اللي بعده if two forces F1 و F2 form a couple ومديني F1 بكام؟ ومديني F2 بكام؟ قلنا قبل كده لما قوتين يكونوا عاملين كابل بيبقوا opposite in direction وايكوال الماجنتيود وديفرنت لاين اوف اكشن. هو مديني ده فيكتور وده فيكتور، يبقى المفروض اشارات الفيكتور ده تبقى عكس اشارات الفيكتور ده، طالما القوتين عاملين ايه؟ كابل، يبقى لازم الاف 2 اللي هي 3 وام تبقى ايكوال نيجاتيف الاف 1 اللي هي ال و2. خلاص لما اوزع النيجاتيف يبقى كده نيجاتيف ال ايكوال 3، يبقى ال كده بنيجاتيف 3 والام ايكوال نيجاتيف 2. خلاص يبقى انا كده عرفت القوتين. يبقى انا كده القوه الاولى كانت عرفت ال بتاعتها ايه؟ ال بنيجاتيف 3 تبقى نيجاتيف 3 و2، والقوه الثانيه 3 والام اللي هي 3 ونيجاتيف 2 اهم خلاص عكس بعض اهم اكيد. هو قايل لي ان القوه الاولى بتاكت عند نقطه A 1 1 والقوه الثانيه بتاكت عند قوه B اللي عند نقطه B اللي هي نيجاتيف 1 و2، وهو طالب المومنت النورم اوف ذيس كابل از ايكوال تو كام؟ عايز النورم بتاع الكابل. حلو. طب انا بجيب الكابل ازاي؟ تعالى يا باشا ارسمها لك سريعا كده. ادي قوتين، بص يا باشا ادي قوه
في واحده بتاكت لفوق من هنا كده وواحده بتاكت هنا. دي مثلا عند الاي اللي هي F1 ودي عند البي اللي هي F2 صح كده؟ انا شغال فيكتورز يبقى ممكن نخلينا في الكروس. اجيب المومنت اباوت A او B. لو انا جبت المومنت اباوت A صح كده يبقى دي خلاص يبقى ناخد AB كروس F2 صح؟ طب لو بجيب المومنت اباوت B صح كده؟ يبقى AB لو انا بجيب المومنت اباوت B يبقى دي خلاص صح؟ يبقى BA كروس F1 يبقى يا اما BA كروس F1 يا اما AB كروس F2. فانا اخترت واحده منهم اهي خلاص. يبقى لما اجي اجيب المومنت نمسح ده. لما اجي اجيب المومنت اباوت بي هبدا بالبي يبقى بي اي كروس اف 1 او اي بي كروس اف 2 براحتك. يبقى بص المنظر ده ممكن ما يلخبطكش برده ده كابل خلاص. يبقى لو هتجيب المومنت اباوت بي يبقى بي اي كروس اف 1. طب لو هجيب المومنت اباوت اي يبقى اي بي كروس اف 2. الاثنين هيطلعوا نفس الاجابه. حلو كده. بي اي طبعا هي اي ماينس بي هتطلع معانا 2 ونيجاتيف 1 واف 1 خلاص. يبقى كده هجيب المومنت اباوت بي هيبقى بي اي كروس اف 1 اللي هي دي نيجاتيف 3 و2. اعمل بقى الكروس يطلع معانا 4 ماينس 3 يبقى المومنت هيطلع 1 كي. هو عايز نورم كده كده خلاص بشيل الكي يبقى اخد ال1 يبقى الاجابه دي. اللي بعده particle moves in a straight line such that its position vector at any time t is given by the relation d. ماشي where e is unit vector in direction of the motion of the body. Then the distance covered by the body during the first 4 seconds from the start of its motion. ماشي يا باشا. انا معايا الار صح كده؟ انا عايز اوصل للديستنس صح؟ عندي طريقتين. عندي طريق طويل وطريق كده. ايه هو؟ بص يا حبيبي افتكر دايما لما يطلب ديستنس او ديسبيسمنت وانت معاك الفي. لو انت معاك الفي وعايز ترجع للديستنس يبقى انتجريشن صح كده؟ طب يا مستر انا ما معيش الفي اصلا. يا حبيبي هات الفي. ما هو انت ديريفاتيف الار يديني الفي. ما الفي دي اس على الدي تي او دي ار على الدي تي وانا الار معايا خلاص كده. يبقى اهو يبقى الفي كده هتبقى 2 تي ماينس 5. حلو الكلام جدا. هو عايز ديستنس يبقى انتجريشن الفي صح كده؟ من كام لكام؟ هو عايز الفيرست كام سكند؟ فيرست 4 سكندز يعني من 0 ل 4. حلو الكلام؟ بس دي ديستنس يبقى حط ابسوليوت على الفي بس اكتبها بالمنظر ده على الكالكليتر بسرعه تطلع الديستنس 8.5 لينس يونت اللي هي دي. السؤال اللي بعده force F measured in Newton act on a body of constant mass moving in a straight line where this force at any time t seconds is given by the relation. ماشي F equal كذا. دي الفورس وبيقول the change in its momentum during the time interval من 2 ل 6 equal كام؟ طيب هو عايز التشينج في المومنتم ده اللي هو الامبلس على فكره. التشينج في المومنتم ده اللي هو الامبلس. طيب الفورس فانكشن في التي. قال لي خلاص يا مستر انت لما تبقى الفورس فاريبل فانكشن في التي وانت عايز الامبلس يبقى انتجريشن اف دي تي. يبقى الامبلس انتجريشن الاف في الدي تي وهو عايزها من 2 ل اس لما التايم من 2 ل 6 من 2 ل 6. حلو الكلام. طب انا هعمل بص بقى لما تبقى اي وجي بشتغل عادي جدا بعمل انتجريشن للاي لوحده وانتجريشن للجي لوحده. ممكن احط كوما كده صح؟ انت لو هتشتغل مانيوال هتعمل ده لوحده وده لوحده. هتجيب انتجريشن ده لوحده وتعوض ب 6 و2 وتعمل لهم ماينس وانتجريشن ده لوحده وتعوض ب 6 و2 وتعمل لهم ماينس. كده انت عرفت الاي بتاع الامبلس كام والجي بتاعهم كام. هو عايز نورم يبقى روت باور 2 باور 2. طيب لو انت عايز تخلص برضو على الكالكليتر بشكل اسرع ممكن تكتب البارت ده لوحده الاي لوحده على الكالكليتر هيطلع لي اجابه والجي لوحده على الكالكليتر. فالاي لوحده على الكالكليتر هيطلع اجابه 24 والجي لوحده هيطلع اجابه 32. هو عايز ايه بقى؟ عايز الماجنتيود صح كده؟ هو عايز التشينج في المومنتم صح؟ يبقى عايز الماجنتيود يطلع معانا خلاص روت او النورم يطلع معانا روت 24 باور 2 بلس 32 باور 2 تطلع معانا في الاجابه 40 كيلو جرام متر بير سكند. ده كده النورم اوف ذا امبلس. تمام. حلو الكلام. اللي بعده in the figure opposite AB is a light rod in equilibrium horizontally. ماشي. under the effect of the forces 7 و R و 6 و 4. AC equal X سنتيمتر أو متر ماشي. CD equal 2 هي وال DB. عايز الإكس والآر. حلو الكلام.
بص يا باشا، مش هو ده قال لك هو ايكوليبريم؟ خلاص يبقى مجموع الفورسز اللي فوق ايكوال مجموع الفورسز اللي تحت، يبقى الار لوحدها ايكوال الثلاثه دول بلس بعض، صح كده؟ يبقى الار ايكوال 4 بلس 6 بلس 7، يبقى انا كده عرفت ان الار ب 17. تمام. هنا في كلمه سحريه في المساله دي. خلاص الار ب 17 يبقى الاجابه يا اما دي يا اما دي، لان هو عايز الاكس وبعد كده الار، يبقى انا كده لغيت دي خلاص ولغيت دي. تمام. طب انا دلوقتي عايز اوصل للاكس بكام بالظبط؟ خلاص يبقى المومنت، مفيش حل غير المومنت، بس بما انه قال لي ايكويليبريم يبقى اختار المومنت عند اي نقطه وقول ايكوال 0 يا باشا. خلاص يبقى انا اخترت اهو السم مومنتس اباوت سي ايكوال كام؟ ايكوال 0، عشان ايكويليبريم. مش لازم سي اللي يعجبك، بس سي اسهل لي يعني، عشان لما اجي اقول الديستنس كده تبقى اكس على طول. ماشي، هنجيب المومنت اباوت سي. حلو، يلا بينا. انا بدات بالفور، الفور بتلف انتي كلوك وايز في الديستنس 4، يبقى 4 تايمز 4. ال6 برضه بتلف انتي كلوك وايز، يبقى بوزيتيف 6 في الديستنس 2. اما الاخيره اللي هي ال7 بتلف كلوك وايز اهي، ال7 بتلف حوالين السي كده كلوك وايز، يبقى نيجاتيف سي في الديستنس اللي هي اكس. حلو الكلام، كل ده ايكوال 0. حسبنا الاكس طلعت 4، يبقى الاكس والار 4 و17 اللي هي الاجابه ايه. تمام يا شباب. اللي بعده in the figure opposite if two forces. بص هي التركيه اللي في السؤال ده، بص يا باشا، ده كده دريكسيون عربيه اهو، في خط كده هو مرسوم انت بس مش واضح شويه. المسافه دي 100 سنتيمتر، وفي فورس كده 40 نيوتن، وفي فورس كده 40 نيوتن. يبقى دول كده عاملين ايه؟ عاملين كابل. هو عايز المومنت بتاع الكابل ده، الالجبريك ميجر، يعني لو طلع نيجاتيف هناخده نيجاتيف. طيب انا بجيب المومنت اباوت النقطه دي او النقطه دي، يبقى كده انا لو جبت المومنت اباوت دي يبقى بتلف كده، يبقى نيجاتيف، يبقى المومنت هيبقى نيجاتيف 40، ودي بيربنديكولار ديستانس على طول اللي هي كام بقى يا باشا؟ 100 سنتيمتر. يبقى نكتب هنا كام تايمز كام؟ تايمز 1 متر، لان بص يا باشا هو عايزها ايه في الاخر؟ عايزها نيوتن متر. سؤال سهل قوي قوي يعني، بس انت تنسى تحول، الله اكبر عليك تروح مطلعها لي 4000. لا احنا هنعمل تايمز 1 بس، لان ال 100 سنتيمتر يعتبروا 1 متر، يبقى المومنت نيجاتيف 40 اللي هي سي، والجبريك ميجر يبقى انا هاخد النيجاتيف خلاص، هو طالب الجبريك ميجر. حلو الكلام. اللي بعده car begins its straight line motion from a fixed point where the algebraic measure of its speed v meter per second at time t seconds is given by the relation اهي، دي كده ال v، دي كده ال v. حلو الكلام. If during the time interval من 0 ل 4 the magnitude of the average velocity vector equal k والماجنتيود بتاع الافريج سبيد equal l، اوبا عايز l minus k. بص يا باشا انا قلت لك في الموديل اللي فات، لو تفتكر الموديل اللي فات، لو عايز افريج فيلوسيتي فيكتور يبقى ديسبيسمنت على تايم، لو عايز افريج سبيد يبقى ديستنس على تايم، صح كده؟ حلو الكلام. يبقى تعالى نجيب الاثنين. الاول هنجيب الديسبيسمنت. طب انا بجيب الديسبيسمنت ازاي من الفي؟ بعمل انتجريشن من غير ابسوليوت. انتجريشن من ايه؟ من غير ابسوليوت، من 0 ل 4. كده انا جبت الايه؟ الديسبيسمنت. طب الديستنس نفس الانتجريشن بس بابسوليوت، هيطلع لي ديستنس 8. طب هو اصلا بيكلمني عن الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد، صح كده؟ تعال نجيب الافريج فيلوسيتي. احنا قلنا الافريج فيلوسيتي فيكتور يبقى ديسبيسمنت على تايم، الديسبيسمنت اهي، والتايم كان كام؟ من 0 ل 4 يبقى 4 ثواني، يبقى ديفايدد 4، يبقى الديسبيسمنت اوفر التايم او ديفايدد التايم، تطلع الايه؟ الافريج فيلوسيتي 4 اوفر 3، دي اللي هو كان مسميها كي، يبقى خلاص الافريج فيلوسيتي فيكتور هو ده الكي ايكوال 4 اوفر 3. طيب الافريج سبيد بقى، دي معلش المفروض سبيد، دي الافريج اهي، سبيد ايكوال ايه؟ ديستنس على تايم، صح كده؟ يبقى الديستنس اللي احنا طلعناها 8 اوفر التايم، نفس التايم اللي هو 4 سكندز، يطلع الافريج سبيد ايكوال 2 اللي هو كان مسميها ال اهي، الافريج سبيد از ال. يبقى كده الكي ب 4 اوفر 3 والال ب 2، هو عايز ال ماينس كي، يبقى نعمل 2 ماينس 4 اوفر 3 تطلع معانا 2 اوفر 3 اللي هي سي. سؤال حلو قوي على فكره السؤال ده. ماشي. اللي بعده body of mass 3 كيلوغرام moves under the effect of 3 forces، ادي F1 وادي F2 وادي F3. ماشي. and the position vector R equal كذا، برضو كذا I كذا J كذا K. حلو. then A و B و C equal كام؟ بص يا باشا انا معايا البوزيشن فيكتور اهو، صح كده؟ حلو الكلام. انا عن طريق الار اقدر اجيب الفي، وهقول لك ليه بجيب الفي دلوقتي. انا معايا البوزيشن فيكتور، يبقى الفي ايكوال دي ار باي دي تي. حلو الكلام. يبقى كام بقى؟ يلا بينا نعمل ديريفيتيف لده، بس خلي بالك هتعمل ديريفيتيف الاي لوحده، الجي لوحده، الكي لوحده. ده هيبقى 6 تي اي
2 تي جي 4 تي كي. انا كده جبت الفيلوسيتي فيكتور. يلا بينا نجيب الاكسلريشن فيكتور اللي هو دي في على دي تي. يلا بينا، ده هيبقى 6 اي 2 جي 4 كي. طب انت جبت الاكسلريشن ليه؟ عشان يا باشا الفورس المطلوبه صح كده ايكوال ام اي. الفورس ايكوال، مش الفورس المطلوبه، هو طالب مني الاي والبي والسي. هقول لك دلوقتي. المفروض ان الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن صح كده؟ ليه؟ لان الماس كونستنت اهي. الماس 3 كيلو جرام يبقى هي كونستنت، يبقى ساعتها الاف ايكوال ام اي. انما لو كانت الماس فاريبل لا يبقى الفورس ديريفاتيف المومنتم. افتكر الكلام ده كويس. حلو. طب الفورس هنا المقصود بيها مين؟ اف 1 ولا اف 2 ولا اف 3؟ الريزلتنت يا باشا. مين اللي بيساوي ماس في اكسلريشن؟ النت فورس اللي هي الريزلتنت بتاعت المساله. طب لما يبقوا الفورسز كلهم فيكتورز يبقى الريزلتنت بنجمع الاي مع بعض والجي مع بعض والكي مع بعض. يلا بينا نجمع الاي. يبقى هنا A بلس 4 بلس 9 يبقى A بلس 13. دي اول واحده في الاف. طب الجي 2 بلس B بلس 8 يبقى B بلس 10. الكي بقى 3 بلس 6 ادي 9 بلس السي يبقى C بلس 9. كل ده ايكوال الماس اللي هي 3 في الاكسلريشن اللي انا جبتها A و2 و4 6 و2 و4. يلا نقارن. يبقى A بلس 13 ايكوال 3 تايم 6 18. B بلس 10 ايكوال 3 تايم 2 6. C بلس 9 ايكوال 3 تايم 4 12. يبقى انا كده عرفت احسب الاي بكام والبي بكام والسي بكام. يبقى الاجابه الصح هي دي اهي 5 ونيجاتيف 4 و3. حلو الكلام. اللي بعده particle began its motion with an initial velocity 5 meter per second. يبقى دي كده ال v naught and the acceleration a meter per second square at any time t is given by the relation. هو كده مديني الاكسلريشن، طالب مني الديسبيسمنت after 2 seconds. طب لما انا يكون معايا الاكسلريشن وعايز مني الديسبيسمنت، بص بقى يا باشا، انا معايا الاول ال v initial ب 5 والاكسلريشن اهي 6 تي ماينس 4. ده كده كل الجيفنز اللي معايا الفي انيشال ومعايا الاكسلريشن، وطالب الديسبيسمنت بعد ثانيتين. طالب مني الديسبيسمنت افتر 2 seconds. المفروض اعمل ايه؟ بص يا باشا، عن طريق الاكسلريشن اقدر اجيب الفيلوسيتي. ما هو انا عايز اوصل للاس، ما عنديش طريق غير الانتجريشن صح؟ طب اعمل انتجريشن على طول. طالما فانكشن في التايم اعمل انتجريشن على طول. انما لو كانت فانكشن في الاس لا، يبقى تشيل الاي وتحط في دي في على دي اس وتودي الدي اس هناك وانتجريشن هنا وانتجريشن هنا. حلو الكلام؟ عايز تعمل الحركه دي هنا مفيش مشكله، تقول لي الاي ايكوال دي في على الدي تي ونودي الدي تي هناك ونشتغل نفس القصه. انما لو الاكسلريشن فانكشن في التايم، لو عملت انتجريشن على طول يبقى انت كده جبت الفي. يبقى انتجريشن الايه الاكسلريشن دي تي، يبقى الفي بتساوي انتجريشن هنا هيبقى 6 تي باور 2 على 2 يبقى 3 تي باور 2 ماينس 4 تي. وطالما مش حاطط ديفينيت انتجريشن يبقى لازم بلس السي. تقول لي طب اجيب السي ازاي؟ ما انت يا ابني معاك الفي انيشال اهي بقى. خلاص يبقى لما التايم بزيرو الفي انيشال كانت ب5، يبقى نحط الفي انيشال ب5 لما التايم بزيرو يطلع السي ايكوال 5. يبقى انا كده جبت الفي خلاص. يبقى الفي ايكوال الكلام ده. يبقى انا كده جبت ريليشن ما بين الفيلوسيتي والتايم. طب هو عايز ايه بقى؟ عايز ديستنس ولا ديسبيسمنت؟ ديسبيسمنت. يبقى خلاص انتجريشن الفي طالما ديسبيسمنت يبقى من غير ابسوليوت. لو كان ديستنس يبقى نحط ابسوليوت. هو عايز من كام لكام؟ after 2 seconds يعني من 0 ل 2. يبقى الإجابة الصح 10 meters اللي هي B. السؤال اللي بعده بيقول the figure opposite represents a uniform lamina in the shape of equilateral triangle of negligible weight. ماشي. And the forces measured in Newton act as shown in the figure. Then the algebraic measure of the moment of the resultant couple equal كام؟ طب هو عارف منين ان ده couple؟ بص يا باشا، القوة دي 80 ودي 80 عكسها، وهو قايل دول perpendicular ماشي، ودول نفس الكلام ودول نفس الكلام. يبقى كل تو فورسز عكس بعض equal in magnitude opposite direction different line of action. يبقى كده السيستم ده بالنسبه لي كابل. طب عشان اجيب المومنت بتاع الكابل ده خلاص الحمد لله كلهم المسافات بيربنديكولار. يعني انا مثلا لو خدت الفورس 80 ال 80 بتلف حوالين ال 80 كده اهو. بص بنلف ال 80 دي، السهم ده يروح لل 80 الثانيه او السهم ده يروح لل 80 الثانيه هنا. فالاثنين بالنسبه لي انتي كلوك وايز. يبقى 80 في المسافه ما بينهم 2 صح كده. طيب رحت بعد كده لل 15 150 معلش اهي ال 150 دي نازله كده هتلف تروح لل 150 الثانيه يبقى كلوك وايز، عشان كده كتبتها نيجاتيف. المسافه ما بينهم 2. اخر واحده دي بتلف ال 100 دي بتلف كده حوالين ال 100 دي يبقى بوزيتيف.
100 في المسافه ما بينهم برضو 2. احسب القصه دي كلها تطلع 60 نيوتن متر اللي هي بي. تمام. اللي بعده variable force F measured in Newton. مديني الفورس فانكشن في الاس. لو اداني الفورس فانكشن في الاس افكر في الورك. بص اهي، افكر في الورك على طول. act on a body and is given as a function of displacement S by the relation اهي. if the force acts in the same direction as the displacement then the work done by the force during الاس من 0 ل 4. خلاص يبقى طالما الفورس فاريبل يبقى الورك انتجريشن الاف في الدي اس، وهو عايز من 0 ل 4 اهي الاس من 0 ل 4. خلاص اكتب القصه دي كده على الكالكليتر بسرعه، يطلع معانا 276 جول اللي هي دي. السؤال اللي بعده two forces F1 I و J يعني 1 و 1 و F2 3 و negative 4 act respectively at the 2 points كذا وكذا. FC is the midpoint of AB. Then the length of perpendicular drawn from the point C to the line of action of the resultant is equal to كام؟ طيب الأول هو بيكلمني عن نقطة اسمها C وهو قال لي إن مكانها هي الميد بوينت بتاعة ال AB. تعالى يا باشا نجيب الميد بوينت اوف A B الأول اللي هي بوينت C. يبقى A بلس B ديفايدد 2. أدي بوينت A وأدي بوينت B، أعمل لهم بلس ديفايدد 2 يطلع معانا C 2 و 1. حلو الكلام؟ طيب تعالى بقى نشوف الجيفن A عشان نشتغل عليه. بيقول FC is the midpoint، خلاص جبناها. هو طالب مني اللينس اوف perpendicular from C to the line of action of the resultant. طيب لما يطلب لينس اوف perpendicular من نقطة على قوة يبقى لازم اجيب المومنت حوالين النقطة دي. يبقى انا لازم دلوقتي اجيب المومنت about C. حلو الكلام. طب تقول لي اجيب المومنت about C ازاي؟ القوة الأولى بتأكت في نقطة والقوة الثانية بتأكت في نقطة ثانية، إيه المشكلة؟ خلاص تعالى نجيب some moments about C. لو انا هجيب المومنت بتاع القوه الاولى بتاكت عند الاي وانا بجيب المومنت اباوت سي، يبقى سي اي كروس اف 1 ده كده المومنت بتاع القوه الاولى، بلس القوه الثانيه بتاكت عند البي وانا بجيب المومنت عند السي، يبقى بلس سي بي كروس الاف 2. جميل. سي اي هي اي ماينس سي، ادي نقطه اي هناك اهي وادي سي اهي، يبقى اعمل لهم ماينس يبقى ده كده السي اي كروس اف 1 اللي هي 1 و1 بلس سي بي اللي هي بي ماينس السي، بي ماينس السي يطلع 1 و5 كروس الاف 2 اللي هي 3 ونيجاتيف 4. هنجيب بقى المومنت، خلاص هنعمل كروس برودكت، نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 1 بلس 5 تطلع معانا 4. يبقى الكروس هنا كله هيطلع 4 وجنبها كي. هنا نيجاتيف 4 ماينس 15 يطلع معانا نيجاتيف 19 وجنبها كي. يبقى كده السم مومنتس يطلع معانا نيجاتيف 15 كي. طب يا مستر بعد ما جبت السم مومنتس هو اصلا مش عايز المومنت، هو عايز اللينس اوف بيربنديكولار من السي على اللاين اوف اكشن اوف ار. خلاص تعالى يجيب، احنا عندنا ايه؟ نورمال مومنت اباوت سي ايكوال نورمال ريزلتنت في البربنديكولار ديستنس. طبعا ما هو انت طالما جبت سم مومنتس اقدر اعتبره هو المومنت بتاع الريزلتنت برضو. طالما جبت السم مومنتس بتاع الفورسز يبقى هو نفس المومنت بتاع الار لوحدها. يبقى السم مومنتس اللي انا جبته ده ايكوال نورمال ار في البربنديكولار ديستنس. انت عارف لما باجي اجيب مومنت باخد الريزلتنت في البربنديكولار ديستنس على طول، او القوه في الارم اوف ذا مومنت اللي هو البربنديكولار. طيب نورمال مومنت اباوت سي بكام؟ اهو 15 صح كده؟ تمام. طب الريزلتنت فين بقى؟ الريزلتنت نعمل F1 بلس F2 يبقى 1 بلس 3 4 1 بلس نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 يبقى كده دي الريزلتنت. حلو الكلام؟ يبقى المومنت بتاع السي هنا النورم بتاعه هو طلع معانا نيجاتيف 15 يبقى المومنت 15 النورم قصدي النورم 15 ونورمال ار هيبقى روت 4 باور 2 بلس 3 باور 2 يبقى 16 بلس 9 في البي. احسب الكلام ده كله يطلع البربنديكولار ديستنس 3 لينث يونت اللي هي سي. السؤال اللي بعده two parallel forces have the same direction. The magnitude of one of them is 5 and the magnitude of their resultant 12. طب يا مستر ده سؤال سهل قوي، سهل قوي. بص يا باشا هو بيقول لك قوتين ليهم نفس الدايركشن اهم، الاثنين باراليل وليهم نفس الدايركشن. الواحده منهم 5 وبيقول لك الار بتاعتهم 12. يا سلام. وبيسالني عن الثانيه، ايه الجمال ده؟ خلاص 12 ماينس 5 يطلع الثانيه ايكوال كام يا باشا؟ ايكوال 7. سؤال مش محتاج اي ستبس خالص، اللي هو واضح جدا، مديك قوتين في نفس الاتجاه ومديك واحده منهم ومديك الار كمان. خلاص تمام. اللي بعده body moves in a straight line where its velocity v at any time t is given by the relation. دي الفيلوسيتي. حلو الكلام؟ So the motion accelerated امتى؟
برضو قلنا لما يسالني عن الموشن اكسلريتد امتى او ديسلريتد امتى بجيب الفي اي، بضرب الفيلوسيتي في الاكسلريشن. فانا معايا الفيلوسيتي اهي. هجيب الاكسلريشن ازاي؟ ديريفاتيف الفي. خلي بالك ده اكسبوننشال فانكشن، يبقى بنزلها زي ما هي المفروض في لين اي في الديريفاتيف الباور اللي هو 2 تي ماينس 4. المفروض ان انا بجيب الفي اي عشان اعرف هي اكسلريتد امتى وديسلريتد امتى، صح؟ حلو. تعال نضرب الفي في الاي. اولا 3 تايمز 3، خلي بالك هو كلهم ملتبلاي الحمد لله. 3 تايمز 3 هتبقى 9، ولما اضرب الاي في الاي هعمل بلس للباور فهتبقى كده اهي 3 تايمز 3 9، وانزل اي واحده واعمل تي باور 2 بلس تي باور 2 اهو نيجاتيف 4 تي ونيجاتيف 4 تي اهي تبقى نيجاتيف 8 تي، وده زي ما هو. انا كده ضربت الفي في الاي سويها بزيرو، يبقى يا اما ده بزيرو وده مستحيل، قلنا الاي باور اي حاجه عمرها ما تبقى زيرو، يبقى ده بس اللي بزيرو، فهيطلع لي التايم ب 2. ارسم النمبر لاين بتاع الفي اي اللي هو دايما بيبدا من التايم بزيرو لحد، وبحط هنا 2 وبجرب رقم ما بين الزيرو وال2 ورقم ما بين ال2 وبعد ال2، يعني بجربها فين؟ في الفي اي كلها، في الفي اي كلها. لو عايز تجرب هنا بس ما عنديش مشكله، لان الاي دايما اي باور اي حاجه بوزيتيف، اي باور اي حاجه بوزيتيف. لما اضرب بوزيتيف في بوزيتيف ده هيطلع بوزيتيف، لو ضربت في نيجاتيف هيطلع نيجاتيف، فطالما ده بوزيتيف يبقى ده اللي هيحدد الاشاره، فدي هتطلع نيجاتيف وده هيطلع ايه؟ بوزيتيف. هو عايز ايه؟ اكسلريتد يبقى من 2 اوبن لحد انفينيتي. تمام، حلو الكلام. اللي بعده in the opposite figure two bodies of mass 2m and 3m ماشي كيلوجرام are attached to two ends of light string حلو او rope passing over a smooth pulley. ماشي، انا الاول ممكن اجيب الاكسلريشن بتاعت السيستم ده اهم، الماس الكبيره ماينس الصغيره اوفر الكبيره بلس الصغيره في الجي، وبما ان هنا الماس بالكيلوجرام يبقى الجي 9.8، يبقى انا كده طلعت الاكسلريشن. هو طالب مني ايه؟ If the system began its motion from rest, its speed after 2 seconds from the start motion is equal to كام؟ ده سهل قوي، عايز السبيد بعد ثانيتين، وهو بدأ from rest يبقى انا معايا الفي انيشال بزيرو، معايا الفي نوت بزيرو، والتايم بثانيتين، وادي الاكسلريشن اهي. خلاص يبقى انا كده جبت الفيلوسيتي بعد ثانيتين تطلع 3.92 متر بير سكند. ماشي. اللي بعده. In the figure opposite a uniform rod of weight 12. اهو الرود الوزن بتاعه 12. حلو، الحمد لله راسم لي الرسمه جاهزه المره دي. rest with its upper end on a vertical smooth wall. تمام كده، يبقى هنا سموث مفيش فريكشن، هنا رفع، عشان كده عمل ايه؟ ميو ار، ميو ار 1 طبعا لان ده ار 1، يبقى هنا ميو ار 1 لان ده هيتزحلق كده. ماشي. if the rod is about to slide when it is inclination او its inclination angle to the vertical 60 degree، يبقى الانجل دي ب 60 degrees. عايز الميو اس. تمام، تعالى يا باشا نظبط الدنيا. طبعا هي الرسمه جاهزه مش محتاجه مني اي حاجه، 3 خطوات 3 خطوات، اليمين قد الشمال يبقى R2 equal ميو R1 صح كده، واللي فوق قد اللي تحت يبقى R1 equal 12. ممكن احط ال R1 هنا ب 12 يبقى كده ال R2 equal 12 ميو. ماشي كده جاهزين بالليله دي كلها. فاضل ايه؟ فاضل المومنت. هجيب المومنت هنا عند النقطه دي. يلا نجيب سب مومنت اباوت ايه اللي هي النقطه اللي هناك دي. يبقى كده R1 مشي، ميو R1 مشي. يلا بينا. بص بقى، لما اجي اجيب الفورس 12، ال 12 بتلف كده. تعال نطلع الانجلز كلها. لما يقول لك يونيفورم رود، ما تقلقش من طوله، بنسمي هنا ال وهنا ال، عادي جدا عادي جدا. الانجل دي ب 60 زي دي، وطبعا لو كملنا المثلث رايت كده يبقى دي هتطلع 30. حلو قوي الكلام ده. وهنا 30 حرف الزد كده الترنيت، يبقى اللي فوق دي 30 زي اللي تحت. يلا بينا نجيب المومنت بتاع 12. هنمشي كده انتي كلوك وايز، يبقى بوزيتيف 12. الديستنس انت ليك مطلق الحريه، ليك مطلق الحريه. عايز المسافه دي ما عنديش مشكله بقى، عايز تجيبها بقى ال في ساين 60 ماشي، عايز تجيبها ال في كوزاين 30 ماشي، يا اما تمشي بالواي اللي احنا ماشيين بيها. هنمشي المسافه ال وساين الانجل اللي ما بين ال والقوه اللي هي ساين 60، يبقى ال ساين 60. طب الار 2 بيلف نيجاتيف، يبقى نيجاتيف الار 2. الديستنس من الاي 2 ال وساين الانجل اللي ما بينهم يبقى ساين 30. الكلام ده ايكوال 0. ممكن اشيل ال مع ال، هحسب بقى 12 ساين 60 بكام؟ هتطلع 6 روت 3. الار 2 نحط مكانها 12 ار 1، 12 ميو قصدي، 12 مع ميو ار 1 اللي هي 12 ميو. تمام. و2 ما تنساهاش، 2 تايم ساين 30 دول هيروحوا مع بعض اصلا، لان ساين 30 بهاف تايم 2، خلاص الكلام ده ب 1. كل القصه دي ايكوال 0، يبقى انا كده خلاص عرفت اطلع الميو، هيطلع معانا روت 3 اوفر 2 اللي هي بي. تمام. السؤال اللي بعده 18. A force acts on a body at rest of mass 50. يبقى في قوه اثرت على body كان at rest.
تمام كده، والماس بتاعته 50 which moves with an acceleration 0.7 meter per second square in the same direction of the force. If the work done by this force during a time interval is 350 kilogram weight meter, then the distance traveled during this time equal كام؟ بص يا باشا، انا معايا الفورس المفروض بتساوي ماس في اكسلريشن. طالما الماس كونستنت يبقى الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن، وانا معايا الماس ومعايا الاكسلريشن. حلو الكلام، يبقى الاكتد فورس ايكوال الرقم ده، وكده طلعت الفورس بالايه؟ بالنيوتن. طيب هو مديني الورك ايكوال الرقم ده، الورك ايكوال الكلام ده. واحد يقول لي الورك ايكوال الاف دوت الاس، خلي بالك هو المفروض دوت برودكت. حلو تمام، يعني لو انا هشتغل لو معايا الفورس فيكتور والاس فيكتور ماشي نعمل الدوت العادي اللي هو الاكس في الاكس بلس الواي في الواي. انما هنا ما معيش، لا انا ما معيش الفيكتورز، انا معايا ماجنتيودز. تقول لي طب يا مستر ما هي سهله، المفروض ان الدوت بيتعمل ازاي؟ نورمال الاول، يعني هاخد نورمال اف في نورمال اس في كوزاين ثيتا، وهو هنا قال لك ان هم في نفس الدايركشن يا باشا، يبقى الثيتا بزيرو، يبقى كوزاين 0 1، يبقى مش لازم اكتبه، يبقى هنا كانها اف في اس. يبقى الورك العادي اللي هو 350، بس ليه ضربتها في 9.8؟ خلي بالك المفروض ان الورك يبقى نيوتن متر، فهو مديها لك كيلو جرام ويت متر. يبقى خلاص عشان يليق مع الفورس اللي هنا طبعا لازم احول ستاندرد يونتس، في الله يبارك لك في الداينامكس بالذات. خلي بالك من اليونتس، من اليونتس. جميل، يبقى انا كده خلاص الورك هنضربه في 9.8 عشان يبقى جول، لان نيوتن متر هي الجول. الاف اهي 35 وهو عايز الاس، خلاص وادي ده بالديفايد، خلاص جبنا الاس طلعت 98 مترز اللي هي دي. نروح بقى للسؤال المقالي الاول اللي هو بيقول in the figure opposite ABCD is a rectangle and ABH is an equilateral triangle. DH equal 6 سنتيمتر ماشي. The forces of magnitudes 18 و18 و18 و10√3 and 10√3 act in the direction اللي هم قدامك في الفيجر دول كلهم. حلو الكلام. Find the algebraic measure of the moment of the resultant couple. تمام، انا الاول لازم اثبت ان ده كابل. هو فعلا كابل. ليه؟ هقول لك ليه. القوتين دول عاملين كابل اكيد، لان دي عكس دي، باراليل واوبوزيت دايركشن وديفرنت لاين اوف اكشن وكل حاجه تمام. طب يا مستر الجوه دول، بص كده لو خدت بالك هتلاقيهم كلهم في السيركل واحده، في المثلث ده 18 وده ايكوالاترال. ايه ده؟ يعني الريشيو واحده مش بس سيم سايكليك اوردر. تعال اقول لك على حاجه، انا خدت الرسمه بره اهي، انا هتكلم على الثلاث قوى دول 18 و18 عندهم سيم سايكليك اوردر، صح كده؟ حلو. وايه كمان؟ الريشيو، نجيب الريشيو ما بين الفورس والديستنس. طب تقول لي يا مستر الديستنس كام؟ هقول لك على حاجه يا باشا، هي مش المسافه دي 6 صح كده؟ هو اداني ده بس، على فكره خلي بالك اداني الحته دي بس، تمام؟ خلي بالك التراينجل ده كونجرنت لده، الترانجل ده كونجرنت. هتقول لي عرفت ازاي يا مستر؟ ادي السايد ده قد السايد ده، وادي الهايبوتنس ايكوال الهايبوتنس، ورايت انجل قد رايت انجل، يبقى الاثنين دول كونجرنت. يبقى دي كام يا باشا؟ 6 سنتيمتر صح كده؟ يبقى الفورس دي 6 صح؟ يبقى ده كله 12 اللي هو ده كله 12 بس، يبقى الثلاث سايدات دول كلهم ب 12. يبقى الريشيو هتبقى الفورس على السايد، يبقى ايه؟ 18 على 12 يطلع الريشيو 1.5. طب يا مستر لما يبقى الشرطين متحققين خلاص، ما هي دي 18 على 12 ودي 18 على 12 ودي 18 على 12، يبقى كلهم سيم سايكليك اوردر وسيم ريشيو، يبقى السيستم كده فورم ايه؟ فورم كابل. طب المومنت بتاع الكابل ده بيجي ازاي؟ دبل الاريا في الريشيو. اولا الروتيشن هنا بوزيتيف، الروتيشن بتاع ده ايه؟ بوزيتيف. انا خلي بالك انا شغال على الكابل ده لوحده، وبعد كده هشتغل على الكابل ده لوحده، وبعد كده اجمعهم. يلا الاريا بتاعت التراينجل ده تيجي ازاي؟ واحد يقول لي انا هعمل كونستراكشن الهايت والقصه دي كلها، اقول له ليه؟ هاف سايدين في ساين الانجل، ما هو ده ايكوالاترال يا حبيبي. يبقى الاريا بتاعته اهي الدبل اهي زي ما هي، الاريا هتبقى هاف اي سايدين اللي هم 12 و12 وساين 60، والريشيو انت لسه جايبها 1.5، والروتيشن احنا قلنا بوزيتيف خلاص، يبقى ده المومنت الاولاني ده بتاع الكابل الاولاني. حلو الكلام. طيب نروح بقى للقوتين التانيين اللي هم الفورس 10√3 و10√3. هو انا ليه بكتب الكلام ده كله؟ عشان ده سؤال مقالي، وخلي بالك لما يبقى سؤال مقالي انت لازم تتحاسب على الخطوات، تمام كده؟ ماشي. الفورس دي والفورس دي عاملين ايكوال الماجنتيود اند اوبوزيت دايركشن، وطبعا لازم برضه اقول ديفرنت لاين اوف اكشن طبعا، تمام كده؟ يبقى ذي فورم ا كابل. المومنت بتاعه كام؟ الحمد لله سهله دي، ناخد قوه نلفها حوالين الثانيه، دي هتلف حوالين دي كده يبقى كلوك وايز، يبقى نيجاتيف في الديستنس ما بينهم اللي هي 12 على طول وساين 90 لان ده ريكتانجل. يبقى ده المومنت بتاع الكابل الثاني. جمع يا باشا الاثنين على بعض،
يطلع معانا الريزلتنت كابل ايكوال كام؟ مومنت 1 بلس مومنت 2، يعني ناخد ده بلس ده يطلع معانا الرقم الاخير ده. يبقى ده المومنت بتاع الكابل الاولاني، بتاع سوري المومنت بتاع الكابل بتاع المساله كلها اللي هو ريزلتنت كابل، المومنت اوف ذا ريزلتنت ايه؟ اوف ذا ريزلتنت كابل. جميل. جه بعد كده هو طلب حاجه كمان، ركز بقى في المطلوب اللي جاي. خلاص انا كده خلصت المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني هو بيقول لك فاين، تعالى نرجع له معلش لحظه عشان انا نسيت اقراه. اهو المطلوب الثاني بيقول لك the magnitude of the two forces acting at A و H، يعني في قوتين هنا، واحده عند ال A وواحده عند ال H perpendicular to AH. حلو الكلام. to make the system into equilibrium، عايز يخلي السيستم في الاخر كله equilibrium. ماشي. تعالى بس احنا خلصنا المطلوب الاولاني اهو. الكابل اللي طلع الريزلتنت كابل طلع نيجاتيف، يعني هيلف اللامينا دي ايه؟ كلوك وايز، صح؟ انا تخيلت الوضع اهو، يبقى اللامينا المفروض هتلف كده. طب انا دلوقتي عشان الغي الكابل ده عشان يحصل لي ايكوليبريم، هو عايز قوتين يعملوا كابل معاكس لده، يبقى لازم الكابل الثاني يبقى الروتيشن بتاعه انتي كلوك وايز. طب هو قال لك القوتين فين وفين؟ عند الاي والاتش، يبقى يا اما دي كده ودي كده، يا اما دي كده ودي كده. انا شايف عشان الكابل يبقى عكس الروتيشن الاولاني يبقى لازم القوه دي تبقى كده ودي تبقى كده، او لو لفتهم كده هيبقى فعلا عكس الكابل اللي طلع ورا، يبقى دي اف ودي اف. ماشي. سنس ان المومنت اوف ذا ريزلتنت كابل كنا طلعناه الرقم ده، يبقى المومنت بتاع القوتين دول يطلع كام؟ يطلع عكس الاشاره، يبقى المفروض المومنت بتاع الاف والاف يطلع بوزيتيف 12 روت 3. حلو الكلام. الاف كده بتلف بوزيتيف، المسافه ما بينهم اللي هي دي، وده احنا لسه مطلعينه في الايكوالاترال تراينجل قلنا ب 12 وساين 90 عشان هو قال ان القوتين بيربنديكولار على الاي اف على الاي اتش قصدي. خلاص ايكوال 12 روت 3، يبقى كده خلاص الاف تطلع معانا روت 3 نيوتن. حلو الكلام يا شباب. السؤال الاخير بقى يا شباب بيقول a body of mass 1 كيلوغرام moves with uniform speed of 12 meter per second. A resistance force of magnitude 6s square acts on it، يعني هو كان ماشي في حاله بيونيفورم فيلوسيتي، جت في ريزيستنس اثرت عليها تبطئه شويه، تمام كده؟ act on it in the opposite direction of its motion where s is the distance covered by the body under the effect of this force in meter. تمام. بيقول لك when s equal to find the speed of the body. بص يا باشا، انت ممكن تتعب وتشقى كتير في السؤال ده وهو ممكن يتحل معاك في سطرين. هقول لك ازاي. انا هكتب البرنسبل اوف ورك اند انرجي، القانون السحري في الديناميكا اللي هو T minus T نوت equal لورك دون. هتقولي طب ليه عملت كده؟ هقول لك ليه. التي اللي هي كاينيتيك انرجي افتر اللي هي هاف ام في سكوير، والتي نوت اللي هي كاينيتيك انرجي بيفور اللي هي هاف ام في نوت سكوير. صح كده؟ خلي بالك انا في الليله دي كلها انا معايا الماس ومعايا الفي انيشال اهي. الماس هيبقى واحد والفي انيشال اللي هو كان ماشي بيها قبل ما تاثر عليه الريزيستنس، يبقى دي هتعتبر في نوت. حلو الكلام. دي معايا خلاص. طب الورك بقى نجيبه ازاي؟ خلي بالك بقى الفورس اللي اثرت عليك مش دي تعتبر فاريبل فورس ان ترمز اوف اس؟ ايوه، يبقى انتجريشن الورك يجي انتجريشن اف في الدي اس من 0 ل 2. ليه؟ لان هو عايز بعد لما الاس بقت 2 متر يعني يبقى من 0 ل 2 يبقى الفورس كام؟ 6 اس سكوير. لو عملت كده للاسف الشديد هيبقى في حاجه غلط قد كده. ليه بقى؟ لان الفورس دي تعتبر ريزيستنس فورس، يبقى الورك باي ريزيستنس المفروض يبقى نيجاتيف 6 اس سكوير. المفروض يبقى ايه؟ نيجاتيف 6 اس سكوير. ده كله هنكتبه بالكالكليتر عادي جدا. هاف ام في سكوير، الام ب 1 خلاص مش هنكتبها، الماس ب 1، والفي نوت اهي كانت ب 12 يبقى هاف تايمز 12 باور 2 الماس برضه ب 1، والانتجريشن ده كله ممكن نكتبه على الكالكليتر يطلع معانا نيجاتيف 16. حلو الكلام. خلاص انا كده هعرف احسب الفي سكوير. دي كده الفي سكوير على بعضها، لو عايز الفي نفسها يبقى سكوير روت تطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 4 روت 7. المطلوب الثاني والاخير عايز الكاينيتيك انرجي ان جول. يعني طب عايز الكاينيتيك انرجي امتى؟ هو بيقول لك وين اس ايكوال 2، يعني في الاخر، يعني بعد ما مشينا يعني هشتغل على اني فيلوسيتي اللي هي الفي الثانيه اللي انا جبتها. يبقى المفروض ان الكاينيتيك انرجي هاف ام في سكوير. ممكن اخد الفي سكوير على بعضها اهي او نعمل باور تول دي برضو، يبقى هاف الام ب 1 خلاص والفي سكوير ب 112 يطلع معانا الكاينيتيك انرجي 56 جولز. تمام يا شباب، لغايه هنا يبقى انتهى النموذج الثاني على خير. شكرا يا شباب، اشوفكم في النموذج الثالث، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.